السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدوي، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية فطير شرقي باللحمة. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة كلام. قطع الفطير مورقة كده وجميلة وهشة وخفيفة، وفي نفس الوقت كده طرية من جوه وكريسبي من بره. ده غير ان طريقة الفرد بتاعته غير الطرق المعتادة اللي انتم متعودين عليها، طريقة سهلة جدا جدا، ابسط ما يكون. يعني لو اول مرة تعملي الفطير الشرقي ان شاء الله هينجح معاكي من اول مرة. انسي بقى الجلاش باللحمة المفرومة والرقاق باللحمة المفرومة. احنا النهاردة ان شاء الله بشوية مية ودقيق، وفي 10 دقايق بالظبط هتكوني عاملة الصينية المعتبرة دي. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. معانا اول حاجة في المقادير النهاردة، معانا كده كوباية وربع من المية. حجم الكوباية اللي انا استخدمتها حجمها كده 250 مللي، قد اكبر حاجة من الكوبايات المعيارية. بعد كده بقى هضيف معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح، بس كده. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضيها لغاية لما الملح والسكر يدوبوا. بعد كده بقى هنضيف كده نص كيلو من الدقيق او الطحين، يعني 4 كوبايات وربع ممسوحين كده من نفس حجم الكوباية اللي عيرتي بها المية. دلوقتي بقى هبتدي الم العجينة. انا عايزة العجينة تكون طرية بس ما بتلزقش، وفي نفس الوقت لازم نخدم العجينة ونعجنها كويس جدا جدا، لان احنا النهاردة محتاجين عرق في العجينة. يعني ايه العرق؟ ان الانسجة بتاعت العجينة تبقى مترابطة، واللي هيخلي العجينة تبقى مترابطة معاكي او الانسجة بتاعتها مترابطة كتر العجن. وطبعا علشان تعملي عرق في العجينة مش اقل من ربع ساعة تعجني فيها كده. يعني هتريحي ايديكي كده وتغطي على العجينة وترجعي تعجني فيها تاني. الحركة دي بتخلي العجينة ناعمة وطرية كده وشكلها حلو، وفي نفس الوقت مخدومة كويس. دلوقتي بقى انا هاخد العجينة بعد ما عجنتها كويس كده، وهبتدي بقى اشكلها على طول. يعني في الخطوة دي مش هنريح العجينة، هنريحها كده بعد التشكيل او بعد ما نشكلها كده على شكل كور. هشكل بقى قطعة العجين كده قد الليمونة كده الكبيرة. طيب دلوقتي انا محتاجة اشكل كام قطعة كده من العجينة؟ عايزة اشكل كده 16 قطعة، ودلوقتي هنعرف ليه. طبعا مش شرط الميزان، بس اهم حاجة تقطعيهم كده قرب بعضيهم، يعني يكونوا كده قد بعض. بعد ما قطعتهم كده رصيتهم على صينية مدهونة كده دهنة من الزيت، وهبتدي برضو ادهن كده الكور دهنة من الزيت علشان العجينة تريح معايا بسرعة، وفي نفس الوقت وشها ما ينشفش معايا. غطي بقى على العجينة دي وسيبها كده تستريح كده ربع ساعة أو نص ساعة، علشان لما تيجي تفرديها العجينة تتفرد معاكي بمنتهى السهولة. طبعا أنا قلت لكم طريقة الفطير دي مش هتاخد معاكم 10 دقايق، بس عايزة أقول لكم إن التريح مش محسوب. التريح ده يا جماعة بره الطريقة. دلوقتي بقى هنعمل إيه؟ هنعمل اللحمة اللي هنحشي بها الفطير النهاردة. معايا كده معلقة كبيرة من السمنة، هنضيف عليها كده بصلتين كده زي ما انتوا شايفين مبشورين. وبعد كده بقى هبتدي اقلب بقى البصل كده مع معلقه السمنه لغايه لما ميته تنشف خالص وتجف. انا عايزه البصل مش فيه ميه نهائيا. اول ما هيخش كده في الصفار هبتدي بقى انزل باللحمه. هنزل بقى كده بنص كيلو من اللحمه، وطبعا لو انت حابه تقللي الكميه عن كده زي ما انت حابه. هبتدي بقى اقلب اللحمه كده مع البصل لغايه لما لونها يغير معايا، وفي نفس الوقت برضو اللحمه مش يبقى فيها اي سوائل نهائيا في المرحله دي. شايفين؟ طبعا من كتر التقليب اللحمه فرفطت معايا كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي سوائل. هضيف بقى كده نص معلقه كبيره كده من الفلفل الاسمر، نص معلقه كبيره من القرفه، نص معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه كبيره من الزعتر. وهنضيف كده نص معلقه صغيره، وهنضيف بقى نص معلقه صغيره كده من الجنزبيل. هقلب بقى التوابل في المرحله دي كده مع اللحمه علشان ريحتها تطلع. وبعد كده بقى لو حابه تضيفي كده شويه من الفلفل الالوان، هتضيفي قرنين بس، قرن احمر وقرن اخضر، او لون واحد من الاتنين. ما تكتريش الفلفل علشان احنا مش عايزين سوائل في اللحمه. وقلبي برضو اللحمه كده مع الفلفل لغايه لما تحسي ان الفلفل دبل معاكي كده ومش فيه اي ميه نهائيا. انتي بقى في الخطوه دي لو حسيت ان اللحمه لسه ما استوتش معاكي، تقدري تضيفي بقى كده نص كوبايه من الميه وتسيبي اللحمه تستوي كويس جدا، وبعد كده تملحيها. وخلي الملح اخر حاجة علشان طبعا الملح بيأخر سوى اللحمة. دلوقتي بقى هركن الحشوة على جنب تبرد، وهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه في العجين. وبعد ما كان فات كده حوالي نص ساعة كانت العجينة ريحت كويس جدا.
طيب هتعرفي ازاي ان العجينه ريحت معاكي؟ لو ضغطتي عليها كده هتلاقي الضغطه ما بتروحش، او لو جيتي شديتي العجينه كده هتلاقي العجينه عامله زي الاستك بتمط معاكي. والمطه دي بقى يا جماعه هي العرق في العجين او ترابط الانسجه اللي بتتكون من كتر العجن. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف هنورق العجينه بايه. معايا كده 150 جرام من السمنه على زبده. تقدري تستخدمي سمنه بس او زبده بس. انا النهارده استخدمت خليط سمنه على زبده. بعدها حطيت بقى نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات، ومعلقتين كبار من الزيت، ودي معلقه كبيره من النشا، وبعدها معلقه كبيره كده من الخل، خل الطعام العادي. والنشا اللي احنا حطيناه النشا العادي يا جماعه اللي احنا بنحط على الرز بلبن او المهلبيه، النشا او الكورن فلاور او الميه الزينه. فايده النشا هنا هيساعد على توريق العجينه، وفي نفس الوقت ما تاخدش منك ماده دهنيه كتير. ومعلقه الخل هنا فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي هتورق معاك الفطير، وفي نفس الوقت برضو هتنشط البيكنج باودر. وعايزه اقولك ان طعمها مش هيظهر نهائيا وعلى ضمانتي. وطبعا احنا عملنا طريقه الفطير دي قبل كده بنفس الطريقه وبنفس طريقه التوريق، وحطينا نشا وخل وعملنا الفطير الحلو بيها. والطريقه طبعا موجوده على القناه، هتكتبي الفطير الحلو وجنبه اسمي وتبحثي. القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه. دلوقتي بقى احنا عملنا ايه؟ هتدهني السطح اللي انت هتفردي عليه العجين، وتروحي بقى فرده العجينه كده على شكل مستطيل، مره بالطول ومره بالعرض، هتديكي شكل المستطيل. هتجيبي بقى صاج كده عليه كيس بلاستيك مدهون برضو دهنه كده من الزيت، وتبتدي بقى تنقلي عليه اول مستطيل كده زي ما انت شايفه. وبعد كده بقى هتجيبي خلطه التوريق، وتبتدي بقى تدهني المستطيل ده كده، وما تسيبيش حته فيه الا لما تدهنيها. وده علشان دي الدهنه الوحيده اللي هتبقى بين الطبقات وبعضيها. دلوقتي بقى هبتدي افرد الكره التانيه كده بنفس الطريقه، هفردها برضو كده مره بالطول ومره بالعرض، هتديني شكل المستطيل. تقدري بقى تدهني المستطيل كده وهو لسه مكانه، وبعد كده تنقليه في الصاج، او تنقلي المستطيل كده على القطعه التانيه وتدهنيها في الصاج. اهم حاجه ان انت تدهني كده بين الطبقات وبعضيها. زي ما انتم شايفين كده انا فردتها كده على شكل مستطيل، والمره دي بقى هدهنها كده على السطح اللي انا فردت عليه. عادي جدا سواء كده او كده هينفع. اهم حاجه ان انت تخلي اطراف المستطيلات كده تيجي على بعضيها، يعني وانت بتفردي كده حاولي تفردي كل مستطيل قد التاني. شايفين؟ بخلي الاطراف كده تيجي على بعضيها. وطبعا ممكن كل ما العجينه تريح تفردي العجينه اكتر. دلوقتي بقى هفرد المستطيل التالت، وهمشي برضو بنفس الطريقه لغايه لما اوصل كده ل8 مستطيلات رصهم كده فوق بعضيهم. واهم حاجه بين كل طبقه وطبقه زي ما احنا اتفقنا الماده الدهنيه. طبعا هم 16 كوره، احنا هنقسمهم كده لجزئين، يعني 8 مستطيلات كده فوق بعض و8 فوق بعض هيدوني كده 16 كوره. ودلوقتي هنفهم مع بعض ازاي. احنا دلوقتي عايزين نقسم العجين كده لجزئين، جزء هيبقى 8 مستطيلات والجزء التاني برضو 8. وطبعا كل ده هنفهمه مع بعض دلوقتي. اهم حاجه وانت بتحطي القطعه كده تروحي رافعه العجينه وجايبه الطرف اللي تحت على الطرف ايه اللي انت لسه حطاه، يعني الاطراف كلها كده تبقى جايه على بعضيها. انت بقى وانت بتحطي المستطيل كده لو حسيتي ان هو صغير شويه تقدري تشديه كده على العجين، هينشد معاكي بمنتهى السهوله عشان العجينه مريحه معاكي. طيب بالنسبه للزبده اللي انا استخدمتها النهارده، انا مستخدمه زبده جنه يا جماعه، وحطيت كده شويه من السمنه البلدي، يعني النص بالنص كده، النص سمنه والنص زبده. تقدري تستخدمي اي نوع زبده انت حباه. وطبعا انا عملت معاكم الفطير المشلتت الفلاحي باكتر من طريقه، بحوالي كده 15 طريقه على القناه. تقدروا تشوفوا الطرق دي لو انتوا حابين تشوفوا الفطير المشلتت الفلاحي. وعملنا برضو الفطير الشرقي بطرق مختلفه عن ديت، لو حابين تشوفوها هتكتبوا الفطير الشرقي وجنبه اسمي تبحثوا. وطبعا انا عشان مش هطول عليكم مده الفيديو مش هجيب لكم كل الطبقات. اهم حاجه تبقوا عارفين ان احنا هنقسم العجينه لجزئين، كل جزء هيبقى 8 مستطيلات كده فوق بعض. انا بقى هخلص ال8 الاولانيين وهبتدي بقى اشكل في ال8 التانيين. اهم حاجه تبعديهم عن بعض، يعني ما يبقاش دول فوق دول، دول بعاد عن دول. ودي كانت اخر قطعه كده في ال8 الاولانيين. هبتدي بقى احطها كده ومش هدهنها اي حاجه خالص، وهبتدي بقى اعمل في ال8 التانيين زي ما قلت لكم كده. انا هعمل بقى اول جزء كده والباقي هعمله مع نفسي. حابه بس اوريكم الرصه التانية هنحطها ازاي بعد ما هنشكل العجينه كده على شكل مستطيل. طبعا انتوا شايفين انا حطيت الجزء الاولاني من العجين على طرف الصينيه، وفي الطرف التاني هبتدي بقى ارص ال8 التانيين بنفس الشكل ده. ابتدي بقى ارص المستطيلات كده فوق بعضيها، وادهني بقى بالماده الدهنيه كده بين الطبقات وبعضيها، وامشي بنفس الطريقه لغايه لما تكوني ال8 التانيين. دلوقتي بقى انا هوريكم شكلهم كده بعد ما خلصتهم.
شايفين؟ هبتدي بقى اجيبهم كده واحط عليهم كيس بلاستيك وهريحهم كده شوية في التلاجة، يعني كده حوالي ربع ساعة في التلاجة. وده علشان المادة الدهنية تتماسك كويس جدا بين الطبقات وبعضيها، علشان لما تيجي تفرديها الفردة الأخيرة تتفرد معاكي بمنتهى السهولة من غير ما المادة الدهنية تطلع كده من بين الطبقات. وده كان شكلها بعد ما حطيناها كده في التلاجة لمدة ربع ساعة. هاخد بقى أول 8 قطع وهبتدي بقى أحطهم في صاج كده مدهون بالسمنة، وبمساعدة الكيس البلاستيك علشان العجينة ما تتقطعش مني هبتدي بقى أحطه كده على العجين وابتدي بقى أفرده كده في الصاج. ده صاج كده 30 في 40 يا جماعة. أهم حاجة وانتي بتفردي العجينة تروحي قلبها على الناحية التانية وتتأكدي إن طبقات كده جاية فوق بعضيها. شايفين؟ همشي بقى بنفس الطريقة كده أقلبها مرة على الناحية دي ومرة على الناحية دي لغاية لما أفردها في الصاج كله. وطبعا تريح العجينة هيخلي العجينة تجري معاكي كده بمنتهى السهولة ومش ترجع تاني. دلوقتي بعد ما فردت العجينة كويس كده في الصاج كله هبتدي بقى أجيب اللحمة وأفردها كده على العجين. طبعا في الخطوة دي اللحمة لازم تكون باردة كويس جدا، اوعي تحطي اللحمة وهي سخنة. وحاولي بقى ما تجيبيش اللحمة كده على أطراف العجينة، ودلوقتي هنعرف ليه. ودلوقتي بقى هجيب الجزء التاني كده من العجين وابتدي بقى افرده كده على الكيس البلاستيك نفسه، بس هجيب بقى العجين كده في النص علشان اتحكم فيه. وهبتدي بقى احط كيس البلاستيك برضو التاني فوقه وهفرده بقى بين الكيسين كده. طبعا العجينة هتتفرد معايا كده في المرحلة دي بمنتهى السهولة وبمنتهى السلاسة. اهم حاجة ان انا اشيل الصاج كده كل شوية وابتدي اقيس على العجين علشان اتأكد ان العجينة جاية على قد الصاج، مرة بالطول برضو كده ومرة بالعرض هتديني شكل المستطيل. شايفين الكيس البلاستيك بيسهل عليا عملية الفرد. بقيس بقى بالصاج كده، اول ما اخد عرض الصاج كده هبتدي بقى اوقف كده وانقل العجين بمساعدة برضو الكيس البلاستيك. هبتدي بقى اشيل الكيس البلاستيك اللي فوق ده واروح قلب بقى الكيس البلاستيك التاني من تحت على وش الصاج كده زي ما هتشوفي دلوقتي. شلت بقى الكيس اللي على الوش وهبتدي بقى اجيب العجينة كده واروح قلبها كده بالكيس البلاستيك. تقدري برضو لو في حتة كده في الجوانب مش جاية على العجين شديها، هتيجي كده على العجينة بمنتهى السهولة. وطبعا بتضغطي كده من الأطراف العجينة هتلزق في بعضيها، وده علشان كده احنا مش حاطين لحمة في الأطراف عشان لما تيجي تضغطي على العجينة تلزق معاكي كده بمنتهى السهولة. دلوقتي بقى هقطع العجينة كده أو تقدري تدخليها كده من غير ما تقطعيها، بس لو مش قطعتها كده على شكل مربعات وحبيتي تدخليها الفرن كده على طول وتطلع معاكي زي الفطير المشلتت بالظبط، تقدري بقى تحطي كده شوية من القشطة أو وش الحليب على وش العجينة كده من فوق علشان العجينة تبقى طرية معاكي بعد التسوية. حباها تديكي كده الوش الكريسبي يبقى تدهني الوش كده بالزبدة وتقطعيها كده القطع زي ما انت شايفة. طبعا بتدهني السكينة كده دهنة من الزيت وتقطعي العجينة كده على شكل مربعات، وبتكوني بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 وتدخلي الصاج في الرف الوسطاني. أهم حاجة تستوي على درجة حرارة متوسطة، وده علشان العجينة والطبقات تستوي معاكي كويس جدا جدا. طبعا انا علشان محتاجاها كده يبقى وشها كريسبي دهنت كده وشها بالزبده، حابه تدهني وشها بالسمنه زي ما انت حابه. زي ما قلت لك كده لو انت حابه وشها يطلع طري ومش هتقطعيها حطي كده شويه من القشطه على وش الفطيره كده من فوق، هتطلع معاكي طريه كده من فوق ومن تحت ومن كل حته. شايفين بقى ما شاء الله الفطير مورق معانا كده بالورقه وجميل جدا جدا، كريسبي من فوق والورقات كده مورقه وطريه من جوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ هو بيتكلم عن نفسه يا جماعه مش محتاج كلام. طبعا الفطير الشرقي بيبقى مختلف عن الجلاش ومختلف عن الرقاق، بيبقى طعمه مميز جدا جدا. شايفين الطبقات من جوه طريه كده وجميله. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد الاول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم، بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.